بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده يا حبايبي كان عندي عدس من امبارح باقي، فانا عملته النهارده بتدوير جديد. عملنا عدس بالشعرية وشوينا بدنجان جنبه، ومخلي اللفت اللي انا عاملاه معاكم على القناة زي العسل. يلا بينا نشوف احنا عملنا العدس اللي فايض عندنا من امبارح ازاي. عملناه جميل جدا جدا وهيعجبكم، واكله غموس كده حلوه بعيش صابح كده، عيش سخن، وبألف ألف هنا. طبعا جنبه جرجير، هتتحمري بطاطس جنبه، اللي انت عايزاه اعمليه جنبه، وبألف هنا حبايبي. يلا بينا نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي. يلا يا حبايبي، وعجبوا الفيديو حطوا له لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلوا كل جديد لاختكم محميات. يلا نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي، وبألف هنا يا حبايبي، بألف ألف هنا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده يا حبايبي انا هعمل اكله حلوه قوي تفتح النفس وجميله جدا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طبعا بحمر شعريه اهو يا حبايبي، بحمر شعريه اهو، وعندي حبه عدس فايضين من امبارح، عدس شرب. هنرميهم؟ لا ما نرميهمش طبعا، هنعملهم اكله حلوه قوي قوي النهارده. انا بحمر الشعريه اهو يا حبايبي، وبعد كده هنعمل طبقين عدس بالشعريه تحفه. على فكره اللي انا حطاها فيها دي مرقه دجاج. تمام اهو يا حبايبي، بدات الشعريه تتمر اهو. هنعمل اكله حلوه قوي قوي وحرشه وجميله كلنا بنحبها. وكده الشعريه احمرت، هنحط عليها العدس اللي عندي من امبارح. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اهو يا حبايبي كده هنعمل حبه عدس بالشعريه حلوين قوي قوي قوي. اهو يا حبايبي انا عندي عدس من امبارح كان معمول شوربه طبعا وفاض عندي، المفروض ما نرموهوش ولا حاجه. العدس جميل وحلو وكلنا بنحبه، والعدس كله بروتين وجميل. اهو اللي فاض عندي، حمرت شويه شعريه وحطيت فيهم العدس اللي فايض عندي من امبارح. هنعمل بهم اكله جديده وجميله. حمرنا الشعريه وحطينا عليها العدس، طبعا العدس عليه الملح وعليه كل التوابل. هنستنى لما يغلي كده ويبدا يستوي ونشوف هنعمل ايه. يا حبايبي بدأ يغلى اهو، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنسوي بقى الشعرية فيه وبعدين نشوف هنحطه ازاي، هنعمله ازاي. طبعا انا بصور لكم والنور طافي، النور قاطع يا حبايبي، النور قاطع عندنا وانا بصور اهو. اهو يا حبايبي كده خلاص الشعرية بدأت تستوي في العدس، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بدأت خلاص تستوي الشعرية خلاص اهو يا حبايبي فيها اهو، بسم الله ما شاء الله. وطبعا ده عدس فايض عندي من امبارح، انا مرضيتش ارميه خسارة، كل حاجة مطبخة ومكلفة. كده انا حمرت شوية شعرية زي ما كنت بعمل عدس بشعرية من الاول بطبخه نفس النظام، بس ده كنت عاملاه شوربة بمزوداه شوربة، كنت مزوداه بالشوربة برضو. وفاض عندي من امبارح، عملته النهارده دورته تاني اهوت وعملته. مفيش حاجه عندنا تترمي خالص. ولما يكون فايد عندك شويه عدس من امبارح وحلوين وخفاف كده زي الشوربه، ممكن تحمري شعريه وتحطهم فيهم. طبعا العدس متبل وفيه ملح وفيه كل حاجه، مش محتاج منك اي توابل. انا حاطه الكمون وحاطه الفلفل الاسمر وحاطه له مرق الدجاج وحاطه له الشوربه، كل حاجه فيه. فانا كده بس حمرت له شويه شعريه وسويت الشعريه اهو. وهنبدا نغرف في اطباق، وهنعمل النهارده اكله حرشه كده جميله كلنا بنحبها، اللي هو العدس بالشعريه. وهنشوي بدنجان نعمله سلطه برضو بسلطه بابا غنوج حلوه. وهتبقى اكله شعبيه النهارده كده جميله. والله بصور والنور قاطع يا جماعه. وبألف هنا يا حبايبي، بألف ألف هنا. اهو يا حبايبي كده خلاص الشعرية استوت خالص. كده هنبدأ نشيله من على النار بقى ونغرفه. بس هنحط ايه على النار بقى يا حبايبي؟ هنحط بدنجانة تتشوي بالطريقة دي. بدنجانة ما بتاخدش 10 دقايق يا جماعة على البوتاجاز. وهنا هنغرف العدس بقى في الاطباق كده، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الطريقة الحلوة دي، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اهو يا حبايبي انا غرفت في الاطباق اهو، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، زي العسل اهو.
ما شاء الله اللهم بارك، زي العسل، وحاجه بتفتح النفس وجميل. وعندي هنا البدنجانه بنشويها على النار اهو، ما بتاخدش 10 دقايق يا جماعه على البوتاجاز كده. بدنجان صابح وحلو، ما بياخدش 10 دقايق على البوتاجاز. هنشويها ونقشرها ونرجع لكم. بصوا يا حبايبي، البدنجان انا شويتها وبغطيها كده، لازم تتغطى كده 10 دقايق عشان تعرفي تقشريها وما يطلعش منها حاجه في القشر. تغطيها كده 10 دقايق، وبعد كده نعمل لها الدقه بتاعتها ونخللها. تمام. وهنشوف هنعمل فيها ايه. واكله حرشه النهارده جميله كده، العدس والبدنجان والحاجات الحلوه اللي احنا ايه، اتحرمنا منها دي، ما بنعملهاش كتير. كده هنغطيها شويه ونقشرها. اهو يا حبايبي، احنا كده عملنا العدس بشعريه. العدس اللي بقى عندنا من امبارح عملناه بشعريه بالجمال والحلاوه دي، وزوقناه اهوت بالكاتشه الجميل. وعملنا وعند المخلل اللفت يا جماعه، انا عاملاه معاكم على القناه. وعند البدنجان المشوي. واكله كده جميله جميله حرشه حلوه قوي قوي قوي. طبعا عايزه تحمري بطاطس جنبها ماشي، عايزه تعملي حاجه جنبها تانية ماشي، مفيش مشكله. عايزه تعملي بيض، اللي انت عايزاه اعمليه. بس دي اكله حرشه وحلوه وجميله جدا، وكلنا بنقبل على ان احنا نعملها. وبتفتح النفس يا جماعه، جنب عيش بقى صابح، وعيش شامي كده او عيش بلدي، عيش ناشف كده حلو جميل، تاكل ما تشبعيش. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، زي العسل. شويت البدنجان اهوت، وعندنا المخلل اللفت، والعدس يا جماعه عدته تاني اللي فضل عندي من امبارح، عملته تاني بشعريه اهو. جميل، ما رمناش حاجه وزي العسل. وانا بوريك الفكره، ولو انت عايزاه في بيتك اعمليه. اهو يا حبايبي بألف هنا. واللي يعجبه الفيديو يحط له لايك واشترك في القناة عشان يوصلوا كل جديد من اختكم ام حماد. يا رب دايما اكون خفيفة عليكم وتحبوا الفيديوهات بتاعتي. والنهاردة انا صورت الفيديو في الضلمة، لسه النور قايد، والله صورت الفيديو في الضلمة، اول مرة اصور في الضلمة. وبألف هنا يا حبايبي، واللي يعجبه الفيديو يحط له لايك واشترك في القناة عشان يوصلوا كل جديد. اختكم ام حماد، اشوفكم ان شاء الله في كل الجديد بمشيئة الرحمن. مع الف سلام، مع السلامة حبايبي.